يا أهلا ومرحبا بالبطلات ديالي، مرحبا بكم في قناتي قصتي. اليوم اللي عندي لكم قصة خفيفة وظريفة وممتعة. وكيف ما شفتوا من خلال العنوان، قصتنا اليوم ديال هنا الغليظة وجاد اللي قرر يساعدها غير باش يوصل لختها، ولكن كيوقعوا أحداث اللي كيخليه يغير قراره. يلا نبداو نيشان. هاي، أنا هنا أفشل بنت في عائلتها. عارفة ما خصنيش نجلد ذاتي، ولكن هذه هي الحقيقة. نكذبوا على عباد الله؟ ما علينا. ساكنة مع بابا وماما وأختي اللي عزيزة عليا، وأخا من بين الأسباب المعاناة ديالي هي مع أختكم غليظة. لا غليظة نيت. وأختي اللي كانت رقيقة وبومبا، أي واحد شافها كيحل فمو، وهذا الشيء ما كيخلينيش نغير منها، لا بالعكس، عزيزة عليا وكنتمنى ليها كل خير. غير واحد الأمر اللي كيزعجني منين كنا صغار وماما كتحطني في المقارنة معاهم. حتى وليت كنحس بلي ماما ما كتحملنيش، كتحشم بيا قدام المجتمع الراقي المزيف اللي عايشين فيه. مع كنا ميسورين شوية، ولكن أنا بسيطة، بغيت نعيش حياة اللي تكون سهلة، ملابس مريحة، نجلس كيف بغيت، نضحك كيف بغيت، لا تكلف ولا تصنع. وهذا الشيء مخليني في الهامش. بلاشي بقيت مجمعة معكم ونسيت بلي خاصني نمشي للمدرسة، للجحيم الثاني. تنمشي نتقاتل ماشي نقرا مع دوك ولاد الفشوش. ترخي ليهم شوية تلقى راسك شي مسلسل كوري يلوحوا عليك البيض والدقيق. صراحة ما بقى ليهم والو، نفعاني غا واحد السنطيحة اللي كتوقفهم عند حدهم. المهم هي ماما كتعيط عليا، البنات نزلوا تفطروا راه ما بقى والو المدرسة. نزلت انا واختي اللي كانت لابسه احسن لباس ومقاده شعرها ودايره المكياج والروايح مجهده، ما عرفتش معاش كتكون فايقه. انا يلا غسلت وجهي بزز وحتى شعري مشطو غا من الفوق، ولبست واحد جين وقبيه كلشي كحل. خبيو هاد الشحاحم اللي عندنا. خرجت شكارتي وهادشي راه درتو بالزربه، نديرو بشويه يمشي عليا الحال. نزلنا، وكيف عادتي خاصني ناكل شي حاجة اللي حلوة على الصباح باش نقدر نحل عينيا. زيت واحد الكيك وكاسة القهوة اللي سطات المعالق صغار سنيدة. واختي اللي اكتفات هي وماما غير بأومليت وشوية زيتون وطوسطة وحدة وربع مطيشة وبزقات الفرماج. ناكل انا هاد الشي. نسخف في العتبة باب الدار. ما علينا، كليت داك الشي وهزيت واحد الخبز، درت فيه الأومليت والفرماج والزيتون وبقيت غير كنخشي في داك الخبز وهي تنطقنا بها الحنان. بارك عليك، فين غادية بديك الماكلة؟ راه تاني نسيتي راسك وليتي بحال البرميل. بابا اللي هز فيها عيني باش تخليني زعما على خاطري. يسحب لكم خصكم بقى فيها الحال. عندي مناعة ضد هاد الهضرة اصلا من صغري وانا كنسمعها. كملت خبزي وهزيت شكارتي وخرجت بلا ما نسلم على حد. درت قبي ومشيت للمدرسة اللي كانت قريبة شوية للدار. غادية وندغ في داك الخبز ودزت لعند مول الحانوت، عمرت جيوبي بالسقاطة حتى كنسمع صاحبتي الوحيدة في هاد الحياة تصيط ليا، هناء تسمعيني. درت عندها وتسالمنا الطريق كامل حنا كنتمازحو. هي اللي كنبين ليها الجانب المرح اللي فيا، اما باقي الناس كيعرفوني غير بالغليظة المعقدة. كاع وصفت لكم صاحبتي ما كانتش غليظة، سلطة عادية وحتى زينة عادي، ولا غير ما كتعاني من الخجل ما مخليهاش جذابة. انا وياها في الهامش القسم ديالنا. وصلنا تحل الباب، كيبان لك غير الطوموبيلات الواعرين ديال الوالدين هاد ولاد الفشوش اللي كنقرا معاهم. حتى جا الجميل والجذاب وخاطف قلوب البنات وكاسرها. كل مرة كيبان لك مع بنت، وفين ما كاين كتلقاي المدلولات مجموعين عليه. كنشفق عليهم وصافي. المهم انا كنشوف ديرتهم ماشي على قبل الجذاب وكسر القلوب المدلولات اللي كانت سميتو جاد.
كنشوف صاحبو اللي سميتو يوسف، كان حتى هو زوين والبنات كيحماقوا عليه حتى هو، ولكن كان مختلف على صاحبو. بسبب هاد العشق اللي في قلبي، هو أول مرة ليا في الثانوية كانوا شي بنات بغاو يتنمروا عليا بسبب الوزن ديالي، جاد كان كيضحك معاهم عليا، ومن تما ما كنحملوش، عرفتو خايب عكس المظهر ديالو. ويوسف دافع عليا، غوت عليهم باش يسكتوا، ومن تما ولا هو الكراش ديالي. دابا العام الثالث ليا في الثانوي وانا العاشقة الصامتة، كنعرف عليه كل شيء ولكن في الخفاء. عمرني ما بينت ليه شي حاجة، اهم حاجة هي الكرامة ولا لا البنات. صافي خليوني نتبع في الدرس، راه اختكم قرايه، انا هي سندس القرايه. سالاو الحصص ديالي كيف العاده، غادي انا وسعاد صاحبتي وحاضراتنا ما داينها في حتى واحد. مشينا لواحد المطعم كليت مال الضوطاب، مع الا قريت تيجيني الجوع. وهي تنطق سعاد، انا كندوي مع واحد الدري في انستغرام وقال لي بغى يشوفني وانا خفت، انا اللي فمي عامر وكندوي الا الواكل. وجاوبتها مناش خايفه، حطات الماكله وتنهدات وعينيها اللي تغرغروا، خايفه ما نعجبوش، وخصوصا الا دويت معاه فاصل ما غادي نقدر نكون حتى جمله مفيده، وانا كندوي معاه في الشات بكل اريحيه وبشخصيتي اللي كتعرفيها غير نتي وبيتي. شفت فيها وشديت لها في جهه وقلت لها الا كان تيبغيك غادي يقبلك كيف ما انتي، وزيدون فين غادي يلقى هاد الزين والحشمه. ساعات اللي تبشر ليها وجهها، مع هي من النوع اللي كيبغي اللي يمدحو. وكملنا ديك الماكله ومشات معايا للدار، مع بغات تستعن بختي باش تقادها وتنصحها شنو تلبس في لقائها الغرامي. خليتهم بوحدهم، ماليش انا في الكلام ده ابدا. طلعت بقيت بحوايجي، اول حاجه هزيت كتبي هرد داكشي اللي عليا، راه سندس القرايه كي قلت لكم. وانا نحل التليفون بقيت تنسكرولي في انستغرام ديالي اللي كاملو ماكله، انا كنتفرج وهي تغرغر ليا معدتي. نزلت للكوزينه لقيت المساعده ديالنا موجده شي لعيبات، طحت فيهم عمية، كليت وعاد حسيت بالحياه زيان. وانا نطلع عند البنات لقيتهم دايرين صالون شهرزاد في بيت اختي. كنسمع سعاد مسكينه غير كتغوت، ما كانت كتحيد لها الزغب. صراحه كان عندها موسطاج بوشحيد، عيات معايا اختي نحيدو حتى انا، ولكن ما بغيتش اصلا كاع ما باين، ما عنديش بزاف. دازت عشيه صراحه زوينه، تغيرات سعاد بشوية العناية، وعطاتها واحد اللبسة وقالت ليها دوز عندها باش تبغي تخرج، باش تدير ليها المكياج ونصائح. وسعاد اللي كتشكر في اختي، شكرا اختي هند، ما عرفتش غيرك شنو كنت غندير. ردت عليها هند، ما تقوليش هكاك، اصلا راك بحال اختي هنا، اي حاجه خاصكم جيو عندي. خرجنا نتعشاو في جو عائلي حتى نطقات ماما، هاي على سعاد، كتباني زوينه. ايوا عقبال هنا تشوف حتى هي انوثة شويه. حضرت راسي على ماكلتي وسكت حتى جاوبتها هند، دابا يجي الوقت تولي تهتم براسها وهي تغمز سعاد. ردت عليهم من بعد ما خويت فمي، انا مزيانه هكا، اهم حاجه هي نكون مرتاحه. جاوبتني ماما وهي كتخنزر فيا، اش من مزيانه وانت يكون لك شحمه، جوج حركات تنهجي، الا ما جاكش سكر هاني وهانتي. انا تقجيت، ما رضيتش قدام سعاد، ونضو خليتهم ومشيت لبيتي، سديت الباب بالجهد ومشيت للمجر، هزيت واحد شيبس نبرد فيها اعصاب. لتحت في طبلة العشاء نطق سي مصطفى اللي هو بابا هناء، بركة خلي البنت على خاطرها، غادي تبقاي تحكري عليها حتى تجي شي مصيبة في راسها. ردت عليه لغيثة اللي هي ماماها، شي مصيبة اكثر من اللي فيها، راه وصلت 100 كيلو باقية الله قربت تدخل 18 عام. وردت عليهم هند، صراحة خاصها شي طبيب تغذية، راه زاد الوزن ديالها بزاف. لالا غيطة عيطت معاها، ولكن ما غادي تفيق لراسها حتى يفوت الفوت. تفرقوا وكل واحد مشى لبيتو، وسعاد لدارهم، وعند بطانتنا النعاسات مع كتحماق على النعاس، نعس بكري وتفيق معطلة.
صباح جديد وكيف العادة فقت مزروبة، غسلت وجهي بالخف وسناني غا كدبت عليهم بالحكام، لبست قبية وسروال، شدت شعري لبست برديلة وخرجت نجري مشى عليا الحال، لقيت بابا وماما غاديين عند خالتي لمدينة أخرى عندها شي مناسبة وغادي يبقاو يومين، كليت بالزربة وخرجت نجري شوي ويتسد عليا الباب، دازو الحصص مزيانين، حتى الساعة الأخرى اللي كان سبور وهي أكفس حصة عندي، كنت ندير تسخينات وتعطلت وطحت على نسرين، نسرين هي التيتيزة ديال المدرسة، بنت زوينة وعينيها زرقين وفصالتها ما كان، المهم طحت عليها وتضربات على وجهها ونط كتغوت، واش ما كتشوفيش ولا درتيها بالعانية الترتوشة؟ ردت عليها وكيبان لي الدم في وجهها وتخلعت، والله ما شفتك، راه غير تعثرت وجيت فيك سمحي ليا. الدموع علينا ولاد القسم وبداو البعكاتات كيغوتو، ناري الدم، غير سمعتهم الصفريطات نسرين وهي تخف، ولينا في المدير والإدارة وأنا كنقفقف، كنخاف هاد المواقف. هو ينطق المدير، اش هادشي هناء، زعما انتي طالبة مجدة يخرج منك هادشي؟ انا عيني مغرغرين بالدموع، والله ما درتها بالعاني، انا غير تعثرت وجيت فيها من غير قصد. المدير اللي تنهد وقرر غادي يعيط لاولياء الامور ديالنا، جات ماماها وباباها كيغوتوا في المكتب وانا عيطوا لوالديا وما لقاوهمش، وما يعيطوا لختي من الجامعه تجي. المدير جمعنا وشرح لهم شنو واقع، والديها صراحه تفهموا بلي حادثه غير مقصوده، واصلا انا كانت غير ضريبه صغيره، غير البعكاكه زادت فيه والدم خرج ليها بزاف مع كانت تجري وخرج بزاف، اما راه غير جريحه صغيره، والغريب انا اللي كانت ركبتي مضروبه اكثر منها وحتى واحد ما داها فيا. هاودي الشكل كيلعب دور في الحياه اللي حنا فيها. اختي اللي اعتذرت منهم وبقينا غاديين وكاع الاعين عليها شكون هاد التيتيزه اللي معايا، خصوصا واحد العيون ديال جاد اللي كانت علينا، وقيلا اول مره يشوف جهتي، هو يجي عندنا سولني لا كنت ضربت. السلام هبه، ياك ما تجرحتي حتى انتي؟ رديت عليه باستغراب، اول حاجه كيفاش هاد المتعجرف دوا معايا، وتاني حاجه شكون هاد هبه؟ بقيت غا كنبرق فيه، تا صحات ليه هند، سميتها هنا وشكرا على سؤالك بخير. مشينا وخليناه، درت ولقيتو باقي كيشوف وانا نفهم عجباتو اختي، اصلا ملي كنا صغار والدراري تيقربوا ليا على قبلها. مشيت للدار داويت الجرحات ركبتي وبقات داك النهار طالعه عليا نهار كامل. دازو ايام عاديه بالنسبه ليا، ماما في كل طبلات الماكله مع الهضره تسمعني الهضره، تنتلاقى مع صاحبتي سعاد، الجديد بالنسبه لصاحبتي تلاقات مع صديقها الالكتروني وعجباتو وتقبل شخصيتها وتكونت بيناتهم صداقه، واخا غير شويه مع وقتها ولات تدوزو معاه وانا اغلب الوقت وحدي. وكذلك جديد اخر وليت كنحس بعينين جاد ولاو عليا، حتى لواحد النهار كنت في المكتبه ويلا غاديه بغيت نشوف واحد الكتاب ديال الماط، حتى كيبان ليا يوسف ونسرين كانوا كيتباوسوا، انا اللي تجمد في بلاصتي ودموعي ديك الساعه نزلوا، راه كنبغيه بزاف وغير دفنا هاد الحب ديالو، غير تلفت غادي نخرج تسطحت مع جاد اللي شاف حتى هو المنظر وشاف دموعي، كنتمنى ما يكونش فهم الوضع ديالي. مشيت تنجري لدارنا وطلعت ديريكت لبيتي وتلاحيت تنبكي، قلبي اللي كان تيتعصر على يوسف، والمشكل ما كاين حتى علاش نلومو، هو ما عارفش بالحب ديالي. اصعب حب تقدر تعيشه هو تبغي شي شخص ما كيشوف فيك حتى الشوفه. ديك العشيه كامله وانا سد عليا وغير كنبكي، وكل ما تنتك المشهد تنزيد نبكي اكتر، تنض للمرايا وانا نشوف راسي لأول مره، كنشوف شحال غلاضيت ووجهي فيه غير الحنوك وكرشي اللي قربت تدلى ويرعاني اللي كيديروا 3 من شخص عادي. وطلعت فوق الميزان وكان فيه 105. اكيد كيفاش ولد بحالو غادي يشوف فيا انا غير نكره بالنسبه ليه. هديك الليله كامله وانا تنبكي.
واحد المكان آخر، كان جاد في لاصال كيتريني، وهو كيفكر كيفاش خاصو يوصل لخت هناء الغليظة اللي ما كيحملهاش، لأنه أي واحد غليظ كيجيه مجرم جهة الجسم ديالو، كيشوفها كيفاش كتاكل ودايما كيتقزز من كمية الأكل اللي كتاكل، ولكن حب من أول نظرة لختها، والسبيل الوحيد هي هناء. كان غادي يدوي معاها في المكتبة من يسول على بلاصتها، حتى تفاجأ بها كتبكي وهي كتشوف صاحبو يوسف مع نسرين، وديك الساعة فهم باللي كتبغي صاحبو، وهو كيتريني كيفكر كيفاش يقرب منها ويوصل لختها اللي ولا كيفكر غير فيها، وهو يبان ليه واحد الكوتش كيتريني بواحد الغليظة، ويطيح عليه واحد الفكرة اللي غادي توصلوا لهناء باش يوصل لختها. وديك الساعة مشى دوش وخرج لدارهم وبدا كيقاد في الخطة اللي غادي يطبقها غدا. صباح جديد وليلة بيضة بلا نعاس والبكا، نزلت بحال شي مومياء. منين شافتني ماما شهقات، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك على هاد الحالة؟ يتما مريضة؟ جاوبتها وعيني في الأرض والقلب مدرج نص كمارتي، ما مالي والو. غزهرت على قبل واحد الامتحان وخرجت وخليت كلشي مصدوم. كيفاش هناء ما تلحقتش على الفطور وخرجات؟ مشيت لمدراستي على الدخلة بالي يوسف شاد في نسرين، بحالي لا القدر بغاني نتعذب أكتر. حضرت عينيا ومشيت ديريكت للقسم، ساليت قاع الحصص وكانت أكفس نهار كندوز، كنحس بالموت فيا وبغيت غير نمشي، سد عليا بيتي والناس. حتى تنسمع صوت لأول مرة كيعيط ليا، هنا كان صوت جاد، وهي ربي بغا هذا تاني، بقى ليا غير انت. مشيت وخليته حتى حسيت بواحد الجرة كان غادي يقلبني على راسي، درت عنده خرجت في عيني وغوت عليه، مالك شهلتي اش بغيتي عندي؟ رد عليا من بعد ما رطب حلقو وحنحن. بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع، الا ممكن تمشي معايا للقهوه اللي في الاخر الشارع؟ انا ما فهمتش هاد خينا اش بغا مني، وانا نجاوبو بكل عجرفه لا ما يمكنش، ما فياش اللي يدوي معاك. يلا بغيت نتحرك، هو يشدني من قبي وجرني بحال شي ميكة الزبل حاشاكم. بقيت تنغوت ونسب فيه وهو تقول واش داها فيا، حتى وصلنا للقهوة وكيبان ليا التوتر على وجهه، واخا كيحاول يخبيه وانا نسولو اش بغيتي وعلاش جايبني هنايا. هو يربع يديه وتم بانوا العضلات، منظر تحسدني اي انثى عليه. يدوي معايا بكل عجرفة تليق بجماله وحسنه. ويلي هنا رجع الله، راه يلا كنتي تهرتي على يوسف البارح. هو ينطق، شوفي انا بغيت نقدم لك يد العون، بنتي ليا محتاجه اللي يعاونك، ومع انا قلبي حنين. قلبو حنين؟ شفت فيه واحد الشوفه ديال من نيتك. وسكت وخليته يكمل هضرته. بغيت نعاونك نقصي الوزن ديالك وتولي بنت زوينه. تفاجأت به، عمرني تخيلت باللي غندوي انا وجاد وعلى الوزن ديالي. رديت عليه بكل عصبيه ونض غاديه في حالي، واش شكيت عليك؟ وشكون عطاك الحق تدخل ليا في خصوصياتي؟ هو يشدني وعاود جلسني، كيتعامل معايا بحال شي ميكة الزبل. هاد خينا مالك العجرفه. هو ينطق، انا بغيت نعاونك وفي نفس الوقت عاونيني. بغيت نشوف راسي واش نليق كوتش، وبغيت نعاون شخص يغير حياته، ولقيتك انت اقرب شخص ليا. غليظ وانا نخرج في عينيا، واش بغى يعاوني ولا يسبني؟ هو يصحح زعما زايده في الوزن. كذلك انا عرفت بلي انت كتبغي يوسف. انا هنا الماء جمد ليا في ركابي، حسيت بالطونسيو هبط وطلع. كيفاش اكتشف العشق المدفون ديالي؟ هو يكمل، ويوسف عمرو غادي يشوف فيك ولا يبغيك الا ما نقصتي الوزن، وانا متاكد باللي الا نقصتي الوزن غتثيري الانتباه ديالو. انا هنا بان ليا غير كاس الماء ووجهه، ولا نهز داك الكاس الماء برد لي على قلبي.
مالكم حماقيتو بغيتوني نموت وانا حيه؟ هذا راه جات ضربه من يدين وصل عند الله. وانا نهز كارتي وقلت ليه انا ما كنبغي حد ومحتاجه مساعده حد، كنتمنى اخر مره تجي دوي معايا وخلينا نكملوا هاد الشيء اللي بقى لينا في الباك على خير، ما باقي نشوفك. مشيت وخليته غاديه والدخان خرج ليا من ودني بالاعصاب. وزدت كملت لقيت ماما على الباب، ما عرفت مالهم اتفقوا عليا هاد النهار. يلا غنمشيو عند الطبيب التغذيه، راه عرس بنت خالتك بقات لي غير شهرين. قلت ليها ما بغيتش، هي تقول لي واش ما كتشوفيش راسك كي وليتي، ما بقينا نعرفوك غاديه ولا جايه؟ وانا نغوت وطلقت كاع داكشي اللي في قلبي. واش انا بنتك؟ علاش ما كتحملينيش؟ واش لهاد الدرجه تنحشم بيك؟ تهيت غير شي نهار نحس بالفخر في عيني من جهتي، احسن نقط كنجيبهم غير باش تقولي كلمه زوينه وانتي والو، غير كتعايريني. الا ما كنتيش كتحمليني تسنيني شد غير هاد الباك ونضرك كمارتي، ما بقيت تشوفيني وبقيت تشوفي غير بنتك الزوينه. بقيت كنغوت ونبكي حتى حسيت بيد ماما هابطه ليا على حنكي، تجمدت بلاصتي حتى الدموع تحبسوا. هي تقول لي انا راه بغيتك تكوني احسن البنات وما كايناش شي بنت تبغي بناتها بحالي، ولا بغيتيني نخليك حتى تخرجي على راسك؟ وانا نمشي كنجري لبيتي سديت عليا وكملت البكا. بقيت الليله الثانيه وانا كنبكي ضاله بلا ماكله. مع الصباح حسيت برجلي خاويين، نظرت الروتين ديالي وكنحس براسي بحال الا مريضه، ولكن ما يمكنش نغيب. نزلت لقيتهم مجموعين على الماكله وخليتهم ومشيت جهه الباب حتى كنسمع ماما كتعيط ليا. هنا اجيت في طري بركه من الفشوش، درت باش نجاوبها اللي ما بغيتش كنحس الا بالارض كتعيط عليا، وقلبي بدا كيضرب والضبابه كتنزل على عيني. سخفت وماما وبابا اختي كيغوتو جاو عندي عياو ما يعيطوا عليا ويرشوا عليا الماء، ولكن التعب كان كبير. هزوني داوني للسبيطار ولقاو الطونسيون هبط ليا وعلقوا ليا السيروم. بقيت داك النهار في السبيطار جاو عندي العائله وصاحبتي سعاد اللي قالت ليا هنا كاع ما قلت لك عرفتي اليوم في المدرسه وقع واحد البلا مشكل. وقفني داك الفرعن ديال الجد وسولني عليك. جاوبتها واخا ما فيا اللي يدويك. واش قلتي ليه؟ قالت لي بلي قلت ليه راكي مريضه وكاينه في السبيطار. انا اللي تعصبت، ما بغيت حتى واحد يعرف عليا شي حاجه، خصوصا داك اللي قالك بغى يعاونني. وجاوبتها بكل عصبيه اش بدك تدوي عليا عند شي حد ما فمك كياكلك حتى نتيا. سعاد اللي ما بقاتش جاوبتني عرفتني مريضه وماشي تلهي. شويه هو يتم داخل جد وفي يده الورد، شفتو وانا نتصدم. واش هذا وقف عليه شي جدو في المنامه وسطى عليا؟ سلم على والديا بكل صواب وجا عندي كيسول فيا بحال الا انا وياه صحاب من الابتدائي. هنا كيف بقيتي ياك شويه لاباس؟ دويت معاه بشويه باش ما يسمعونيش. اجابك لهنا واش حماقيتي؟ هو يضحك ليا واحد الضحكه مستفزه وجاوبني جيت نطلع المشروع ديالي والتلميذه اللي غنغير ليها حياتها باش تعيد حياه صحيه وزوينه. قرب ليا الورد لجهه وجهي وانا نضربو بعصبيه ورديت عليه شكيت عليك خليني انا هكا بخير. هو يطلعني ويهبط وقال لي لا باينه بخير، جيت نعطيك اخر فرصه الا ما استغليتيهاش طعتي. هو يشوف فيا شوفه كلها حزن وجاوبته بكل برود لا، وهذا اخر كلام عندي. خرج جاد هو يضرب الباب برجليه، مشى خلى غير البرد حتى دخلت ماما جايبه زعما العصير ليه وما لقاتوش. سولتني فين هو داك الدري اللي كيقرا معاك؟ قلبت وجهي جات الشجره وتنهدت وقلت ليها مشى اللي غيشوفني دغيا ويمشي فحالو. داز ديك الليله في السبيطار مشيت نهار الاخر للدار دوزتو غير ناعسه ومكتئبه. نهار الاخر مشيت قريت ولكن كنت طافيه وحتى جاد رجع البرود ديالو من عند الله حتى جوزات في اكتئابي. كان البرق والرعده والضبابه واخا كان اواخر شهر ابريل. مشيت للدار وما كانش عندي لقانه نقرا، شريت السقاطه والبيتزا ورجعت حليمه لعادتها القديمه. طلقت واحد الفيلم هندي ديال شاروخان
ديال استمرار وراج. بقيت كنتفرج وما عرفتش واحد الاحساس اللي جاني، حسيت بواحد الاحساس في صدري وقلبي اللي بدا كيضرب وعقلي اللي كيقنعني باللي خاص يوسف يكون ليا. وبلا ما نشعر هزيت قبيتي ونزلت كنجري، خرجت للزنقه وشتا كانت خيط من السما. بقيت كنجري فيلم هندي صافي حتى وصلت قدام واحد الفيلا كبيره معروفه ديالنا. يلاه بغيت ندق ويحل جاد الباب. كان خارج صدم منين شافني وشتا كتصب عليا. انا اللي كنت كنهج وقلت ليه بالجهد بغيت نضعف، بغيت نكون البنت اللي كيحلم بها يوسف. وشديت ليه في يديه وهو غير مخرج فيا عيني، ما مصدقش باللي دايره هاد الحاله على قبل باش نقول ليه موافقه على المشروع ديالو. هو يجاوبني ومالك على حالتك خارجه في هاد الشتا، خلي حتى الغدا وقولي عليا. دورت ليه راسي بلا وجاوبته لا، خفت نبدل رايي من هنا لغدا، ولكن عافاك عاوني حيتاش كنحس بلي الحياه وقفات عندي وانت اللي تقدر ترجع الحياه لهذا الجسد. جات لي الضحكه بغات تخرج ليه من العين ويشد ليا كتافي وشاف ليا وسط عيني بكل ثقه. من اليوم غادي تسلمي ليا هذا الجسد. انا اللي ضربت ليه يديه وخنزرت فيه. اويلي اش كيقول هذا؟ هو يضرب ليا راسي. مالك حمقى، غتسلميه ليا نردو جسم بنادم وغدا مول المدرسه غنتلاقاو ديك القهوه اللي دوينا فيها باش نبيو على البروغرام اللي غتمشي عليه. ومد ليا يديه وتسالمنا ووعدتو بلي غادي نكون احسن تلميذه عنده. ومشيت والطريق كامله وانا كلي عزم بلي غادي نخلي يوسف ديالي. دخلت للدار لقيت كلشي ناعس، دخلت لبيتي ومشيت ندوز عند جاد اللي دخل دارهم وهو كيغوت بالفرحه. مشى لبيتو ودور لصاحبو يوسف اللي قال ليه على الخطه ديالو باللي غيعاون هناء باش يوصل لختها، ولكن ما عاودش ليه علاش هناء بغات ترقاق وخا كطلع رجوله شويه. بقى تيدوي مع يوسف على شنو غادي يخدم معاها وبقى كيصوب في البروغرام اللي غادي يساعدها تنقص به الوزن في 6 شهور. صباح جديد ناض هناء من النعاس بحيويه ونشاط. ناض لبسات حوايجها بزدربه ونزلات خرجت بلا فطور، مع قررت من هذا النهار غتنقص الماكله وتاكل وجبه وحده في النهار. صباح جديد ناض هناء من النعاس بحيويه ونشاط. ناض لبسات حوايجها بزدربه ونزلات وخرجت بلا فطور، مع قررت من هذا النهار غادي تنقص الماكله وتاكل وجبه وحده في النهار. مشات للمدرسه وعينيها كتقلب على جاد، ولكن هو دار بحال الا ما شافهاش وكمل على طريقه. اويلي مال هذا؟ ياك ما نسى الهضره اللي قلنا البارح. كملت السوايع ديالي ومشيت للقهوه. لقيت جاد جالس وانا فرحت الحمد لله ما طراش على هضرته. هو ينطق لا لا الاميره شحال خاصني نتسناك؟ رديت عليه من بعد ما طلبت القهوه. اسمح لي تحب لي ما غاديش تجي وتمشيت بشويه، ولكن انا فرحانه منين شفتك. جات جبد لي واحد الورقه اللي كان طابعو بدا كيشرح ليها. اول حاجه خصها تغيير ومن ظهرك هو الوزن الزائد، هذه اهم خطوه. داكشي علاش غادي نبداو بروغرام الماكله. اول حاجه السكريات نو، هذيك القهوه اخر حاجه تشربيها حلوه. انا اللي خرجت في عيني وهضرت بدراميه، ولكن انا الا ما شربت شي حاجه حلوه كنسخف. نخلني وكمل الشرح. الممنوعات اللي كانوا كاع داكشي اللي كناكل وشرح لي شنو خاصني ناكل. والحمد لله كاين الفطور والغدا والعشاء، عكس الريجيمات اللي كنت ندير. كنحرم راسي من الماكله حتى كنلقى من بعد سيمانه رجعت لحالتي وكفس كناكل ضعف داكشي اللي كنت ناكل. المهم بقينا 3 سوايع هو كيشرح ليا لاصال اللي مع الستات العشيه غادي نمشيو ليها من غير الحد، اللي غادي نجريو مع الصباح، وكذلك النوم ديالي وكيفاش نتمشى شويه ويدخل لي في الطواليت حاشاكم كيف ندير ليها. ولكن كنت متحمسه واخا عارفه رحله صعيبه، ولكن كنت واخده قرار. اول حاجه مشيت للدار ودار معايا 6 غادي نمشيو للاصال. مشيت كنجري وجدت الغدا اللي كان عباره على صدر دجاج مشوي وخضيره مسلوقه وشويه الرز.
مع كان كاتب ليا الوجبات اللي ناكل في الاسبوع. جلست في الطبلة، شافتني اختي هند وهي تقول لي هي شي ريجيم هذا تاني. ردت عليها هاد المرة غير نظام حياة، كاين معايا كوتش غادي نصدمكم. ضحكات عليا باستهزاء. هاد الهضرة سمعتها مليون مرة، ولكن كنتمنى على قبل صحتك. يلا باي، انا خارجة. صراحة ما غاديش نلومها، دايما في كل ريجيم كنتحمس. كملت عليا الماكلة، صراحة باقي كنحس بالجوع، خصوصا تاع شي حاجة حلوة. وصلت 6 ولبست عليا واحد الكولون واحد التريكو عريض يخبي ليا واحد الكرش اللي قدها قداش. دخلت لاصال اللي كان زوين وراقية. تلاقيت جاد اللي كانت كيبان تشيتيز، لابس واحد اللبسة السبور مخليها بحال شي قاوري، ودوك العضلات يا سلام. اعوذ بالله، خصني نجمع عينيا. هو اللي شافني وجرني تاني بحال شي قفة، بلا هضره بلا كلام. وقفنا حدا الكابوس ديالي، الميزان. يلا، اول عبار غادي يكون اليوم، من بعد كل سيمانه غادي يكون عندنا ميعاد معاه. انا اللي صرت طريقي، ما عارفه الكارثه اللي غادي يشوف. تنفست ووقفت وانا كنشوف جاد اللي باليا وجهه صفار ومصدوم. حضرت راسي لقيت 108 ويغوت عليا. كيفاش 108؟ سحب لي لك درتي غتكون فيك 90 كيلو. انا اللي العرق نزل معايا وما رضيتش. بلاتي نحيت برجلتي، راه غير هي فيها كيلو. ضرب راسو بيديه وجرني للطابيرولو. وبقيت كل شويه كيزيد ليا السرعه، بقيت تنهج. هو تقول واش حن الصرامه تتبان له على وجهه. نزلت منها وانا كنشوف في الرشاقه ديال البنات اللي تما، حسدهم كيبانوا ليا مستمتعين، ماشي بحالي اللي قربت نموت. من بعدها دار بيا الكارديو، وديك الساعه حسيت بالموت حرفيا. جاد عافاك نستراح غير شويه. هو بكل صرامه، ما بقى والو، كملي الحصه وسيري استراحي. كملت ديك الحصه بمشقه الانفس. دوشت ولبست عليا قبيه ولقيتو فم الباب كيتسناني. كي جاتك الحصه اليوم؟ ردت عليه غير بزز والضحكه الصفرا في وجهي. زوينه. ضرب ليا ظهري، كان غيسوس ليا الضلوع. هادي غير البدايه، من بعد غادي تولي الا ما ترينيتيش بحال خاصك شي حاجه. صافي تفارقنا وكل واحد مشى لدارهم. وصلت لقيت ماما اللي كانت فرحانه مني شافتني جايه من لاصطال. طلعت لبيتي ونعست، ما عقلتش على راسي بكثرة التعب. الصباح الثاني من برنامج التغيير دار معايا جاد نفيق ساعة ونص قبل المدرسة، ولكن كنت نحس حرفيا باللي ما فياش عظم صحيح. كنحس بجسدي ثقيل عليا وعيني حليتهم بزز. يلا بنستسلم للكسل ديالي. ويوقف عليا جاد بدوك العضلات ديالو في مخيلتي، وهو كيوصيني ما نستسلمش، وباللي عمرني نوصل ليوسف الا بقيت على حالتي. ديك الساعه سمعت الوقفه ونط. اول حاجه في البروغرام هو الدوش بارد، وانا اللي مولفه الدوش بحال الصاونه. ما علينا، سبيل التغيير. دوشت واخا الدوش كامل وانا كنشهق. كملت داك الدوش، والصراحه من بعد حسيت بواحد الانتعاش وداك التعب قل شويه. ثاني خطوه اللي صدماتني في جد هي نصحني بالصلاه. الله يسمح ليا كنت نقطع ونرجع، ولكن هو قال لي من بين اهم الاشياء اللي غادي تغيرك للاحسن هي الصلاه. تتعلمك الالتزام من غير الراحه النفسيه والقرب من الله. وهذا هو احسن حاجه، وهذا نصيحه اللي نعطيها لكم حتى نتوما البنات. الصلاه مهمه، بشوي بشوي تقاتلي مع راسك حتى تلتزمي فيها. ما عليناش. صليت الصبح، وثالث خطوه قال لي نسرح شعري. كان كيتسحاب لي حتى ما كينتبهش عكاكتي. صافي ضحكتي عارفاها كاع المدرسه. نشفت شعري وسرحته ودرت ليه ضفيره. قلت بدلتي كلك الكومه اللي كنجمع اللون من بعد قال لي ندير داك الشيء البنات في وجهي، ولكن صراحه ما عندي والو. وماضه الشمسيه الاخرى ما عنديش، حتى نمشي عند اختي تنصحني بداك الشيء العنايه. مع جد قال لي نعتني بشرشي وجسمي، نستعين بشي بنت عندها مع هاد الشيء. من بعد بدلت حوايجي ولبست قبيه قريم وسروال جين، واخا قال لي لبس شي حاجه البنات.
ولكن باقي تنحشم من الجسم. اللهم نخبيه بالقبية. نزلت لتحت وماما اللي تصدمتني شمات فيا ريحة الشامبو وجيل دوش ومشطة شعري. هي تقول سبحان الله، وقيلا درت شي خير وانا ما عارفاش. انا نازله بحال عباد الله وانا نضحك في وجهها الضحكه الصفراء. مشيت نفطر كالعاده بسعاده، اللي ماشي في العاده. هزيت قهوه وما درت فيهاش سكر، وهزيت اومليت وشويه زيتون وشويه جبن وطوسطه وحده. كليت بشويه. وهذه من النصائح كذلك ديال الجاد. كلشي مصدوم فيا، ولكن راه من حقهم. منين ما دخلش طول وعرض في ديك الطبله راه شي حاجه ماشي هي هذيك. ساليت ومشيت للمدرسة، واخا تنحس بالركاب كيضروني ولكن فرحانة. كيف العادة تلاقيت مع جاد ودار بحال الا ما كيعرفنيش، وتما عرفت بلي بغا يخلي داكشي بيناتنا. كملت سوايع القرايه ودزت للجامعه عند اختي ومشينا شرينا داكشي تاع العنايه اللي تصدمت باللي البنات كيديروا هادشي. ومشيت تغديت داكشي اللي بالبروغرام وقريت حتى وصلت 6. مشيت لاصال لقيت جاد درينا حصتو وجا دار معايا حصه اللي كنت تاني بغيت نموت وهو لا شفقه في قلبه. ساليت ومشيت للدار. دازت سيمانه دازت سيمانه وانا على هذا البروغرام وحسيت بلي بديت كنولف في الرياضه من غير ريجيم اللي كان صعيب عليا، ولكن التزمت. ما كاين غير دايت ورياضه، رياضه ودايت. صوتك الممثله المصريه. ما علينا. يوم الحصه لقيت جاد داير فيها واحد النظره شيطانيه ويقول لي عرفتي لقى الميزان ما نقص اليوم الخرالك على يدي. انا بديت تنقفقف وكيف العاده جرني بحال شي قفه وحطني حدا الميزان. قلبي بدا كيضرب وخفت نكون باقا في الوزن. لما زدت هاد الجسم عندي راه حمق. طلعت وانا نغمض عيني حتى سمعت الصفاق ديال جاد. برافو، نقصتي 2 كيلو في سيمانه، هذا راه انجاز. انا سمعته وشفت في الميزان وبانت لي 106. فرحت وبدا كيبان لي الهدف، واخا بعيد 57 كيلو، ولكن بالعزيمه والاراده غنوصل ليه. ساليت الروتين ديالي، مشيت للدار تعشيت ومشيت نقرا مع الباك. ما خصنيش ننسى القرايه. نعست ودرت الروتين ديالي وليت ملتزمه بداك الشيء. صراحه وليت كنحس بواحد السعاده عمرني في حياتي حسيت بها. مشيت للمدرسه وفرقوا علينا الفروض وكيف العاده انا الاولى. ولكن درت عند جاد لقيت نظرة خيبة الامل في عينيه وفهمت باللي مقفرها خاصني نعاونو كيف ما كيعاونني. خرجت وانا ندور ليه مع كان عطاني نمرتو وهي اول مره كندور ليه. هو يجاوبني انا مالك كاين شي حاجه. قلبت عيني ما فيه لا صواب لا ادب. بغيت نقترح عليك واحد الحاجه الا ممكن تلاقى في القهوه. رد عليا اوكي غير سبقيني وغنتبعك. مشيت كومونديت 2 قهوات وتسنيتو حتى بان ليا داخل وريحته انتشرت في كل بلاصه في ديك القهوه. جلس هو يشوف فيا شوفه ديال شنو كاين. انطقت بكل ثقه. هاد السيمانه خلاتني نطلق معاه. شوف جاد، انت كتعاوني وانا كنحس بالخجل منك. تدير هادشي بلا مقابل وهو يقاطعني. قلت لك على قبل المشروع ديالي، يعني حتى انتي تتساعديني باش نبين النتائج ونحصل الاحلام ديالي. رديت عليه وانا كنشوف ليه وسط عينيه. جاد، بغيت نعاونك في البريباراسيون في الباك. انا موجوده ملخصات ومراجعه كل شيء. الا ممكن ساعه نراجع معاك غادي تجيب مزيان في الوطني. حسيت بواحد اللمعه في عينيه بحال الا كان محتاج شي حد اللي يعاونو. صافي وافق ولينا كنتلاقاو مول لاصال كنقراو في واحد الجرده حتى لواحد النهار وقلت ليه يجي يقرا معايا في الدار. حسيت بواحد الفرحه في وجهه في شكل بحال الا كانت كنتسنى امتى نقولها ليه. دخلنا للدار وجلسنا في الصالون. جابت لينا ماما عصير وكيك، ولكن شربت انا غير العصير. وهو بكل ضمير حي جالس كياكل في الكيك كيتبنن. نطقت بلا ما نشعر ياك انت رياضي والكيك ممنوع. ويضحك ودار رجل على رجل وقال لي ستوصلي نص الرشاقه ديالي وقولي ديك الساعه مره كولي ديك الساعه مره داكشي اللي بغيتي. بقينا كنراجعو حتى دخلت اختي وحسيت بعقل جاد ما بقاش معايا. تنشرح للحيط ونقابل هجيت اختي اللي كانت تاكل في صاله موجه قدام الصالون. حتى انتبهت للسيد ما معاياش وانا نضربو على ظهرو. جاد لما كنشرح انا. هو يعيق براسو.
عييت نستراحو شويه. نو عرفيني على اختك. شفت فيه وقلت في خاطري الرجال كائنات غبيه، كتبان شي بنت زوينه كيتلفون. خرجنا جات اختي ومشى جا تسلم عليها وبانوا ليا جمعوه، ما كنتش عارفه جات اجتماعي لهاد الدرجه. دغيا نسجم مع اختي. مشيت انا طلعت دوشت ودرت العنايه بشعري، راه وليت انثى على الحق وحقيقي. عن جد اللي خرج من دار هناء وهو فرحان. هز التليفون ودور لصاحبو اللي قال ليه الو صاحبي وصلت داكشي اللي بغيت. جاوبو يوسف اش درتي تاني؟ جاز بدا كيقاقا وقال ليه وصلت لخت هناء. سميتها هند وجمعت معاه وقربت نطيحها. قال ليه لا كاينه صاحبي، هي دغيا غادي تخلى، هي دابا غادي تخلى على هناء، غتريني بوحدها دابا. رد عليه جاد لا لا، اصلا نهار جات عندي للدار تحت الشتا وشفت كميه الوجع اللي في عينيها، قررت نساعدها باش توصل داكشي اللي بغات. صراحه وليت كنستمتع معاها، بقات شخصيه مغايره على ديك اللي كنعرفو. جاوبو يوسف صاحبي عندك تيبان ليا الحب قرب يدق الباب. ويجاوبو لا 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 ما تخافش مستحيل نشوفها من غير صديقه الا كثرت، واصلا انا بغيت اختها وعرفتيني الا بغيت شي بنت نوصل ليها. رد عليه يوسف عارفك ما كتزقلش راه مزكي مع صحابنا في داك النادي المعلوم. جاوبو جاد لا غا عافيني راه هنا عطاتني شي تمارين خصني صغار عليهم. رد عليه يوسف كيبان ليا هي اللي غتغيرك، منافع متبادله بطريقه اخرى. رد عليه جاد سير تلاحنا وصلت. مشى البطل ديالنا هو قلبو كيرفرف بالفرحه، مع دوا مع هند وفي نفس الوقت فرحان حيتاش فهم شحال من درس كان داير ليه عقده. جلس كيحل في التمارين اللي هنا اختارتهم ليه بدقه باش ما يزقل حتى نقطه، حتى كتدخل ماما جاد اللي تفاجأت بولدها اللي اول مره هز كتبو، حتى سمعته كيدوي مع شي بنت اللي هي هنا. جاد قال لها هنا ما فهمتش السؤال، انا غندير ابيل فيديو وجدي راسك. هنا اللي كانت دايره ماسك لوجهها ودايره بونيت الحمام على قبل الزيت، غير حل لابيل وهي تبان ليه بداك الماسك الخضر وتخلع. شد المنظر البشع. مالك لي قلبات عينيها سكت وخليني نشرح لك. كون ركزتي معايا غير شويه كيف ركزتي مع هند كنتي غادي تفهم كل شيء. جاب اللي حك راسو من اللور ودار الضحكه الصفراء. واش راحي بركه غدا نتساهل معاك في الوصال. بدات تشرح ليه هو مركز معاه حتى فهم مزيان. امه فرحانه وعجباتها هنا. مشات تجري عند بابا جاد. ما غاديش تصدق ولدك جالس كيقرا. حط بابا جاد الكتاب من يديه وقال كيف ترى كنت خايف عليه يعاود الباك هو اصلا معاود قسم. ردات عليه من بعد ما قربات ليه سمعتو كيدوي مع شي بنت سميتها هناء وقيله، وهي اللي تشرح ليه الدرس. قال ليها اول مره شي حد في صحابو فيه المنفعه. دازت ديك الليله هادئه عند كل من الابطال، وصباح جديد واحداث جداد. واليوم نهار ديال الميزان. وصلت ملك وكالعاده جرها جاد الميزان بحال شي قفه، لقات راسها نقصات 3 كيلو وصلت 103. فرحانه وجاد شجعها وترينا ودازت سيمانه اخرى والابطال غير من لاصه للقرايه. السيمانه الثالثه وصلت ل 102 وكملات في الدايت، وبدا يبان ليها الفرق في راسها وفي حياتها، حتى علاقتها مع دارهم تحسنات، وخصوصا ماماها اللي ولات تمشي معاها يتغداو ويمشيو للصالون، ولات علاقتهم قريبه. وحتى جاد حس براسو ومستواه الدراسي تحسن، ولا جاد كيبغي غير امتى يوصل وقت السبور مع هنا. تلاقات معاه وعرف الجانب المرح ديالها. السيمانه الرابعه هاني غاديه لاصال متعبر، ما عرفتش علاش خايفه. مع العلم بديت كنحس براسي خفيفه واخا باقا غليظه، ولكن ولات روحي رشيقه. المهم هو جاد كيف العاده صلاحيصتو وجاي جهتي كل حيويه ونشاط باش يجرني بحال شي خنشه. اوف جاد بركه خليني شي نهار نمشي للميزان بحال بنادم. رد عليا هو جارني يلا بركه نتبع كيك. وقفت حدا الميزان وقلبي بدا كيضرب. طلعت بلا تردد وشفت جاد هو الاول وبانت ليا نظره الفخر. عاد شفت في الميزان اللي لقيت فيه 2 ارقام
98 كيلو. واش هادشي اللي كنشوف بصح؟ رد عليا جات بتعجرف. وي راه قلتلك مع كوتش واعر. بلا ما نشعر غوت بالفرحة وتلاحيت على جد بتعنيقة. تحمست البنات، ولكن راه 2 أرقام. حيدات عليا لعنة 3 الأرقام. جد اللي حسيت به تصمم وودني حمارو وانا نبعد عليه. اسمح لي تحمست وضربت ليه كتفو. هو يقول لي بدا يحاول يخبي الارتباك ديالو. يلا 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 نترينيو راه باقي غليظه، زيدي. دوزت حصه زوينه، دوزت وخرجت مشينا لواحد القهوه. قرينا تما صراحه ولفت جاد. كنت كنشوفو انسان سطحي، ولكن صدق بالعكس شخصيته ظريفه، عنده احلام وطموح. وليت قريبه ليه. عمرني تخيلت غادي نكون صداقه بيني وبينه. سبحان الله. كملنا المراجعه وهو ينطق جاد. عمرك ركبتي موطور كبير؟ انا اللي كنت نجمع الكتوبه في نفس الوقت تنجاوبو. علاش لا؟ هو ينوض وقال لي يلا معايا، غتعيشي واحد المغامره عمرك دوزتي بحالها، وهذا هو الكادو ديال 2 أرقام. انا تحمست. منين تبغي نجرب الماطر الكبار. مشينا لدارهم. هو يبان لي مخرج واحد الموطور اللي كان كبير، كان سميتو الايروان، وواحد 2 كاسكات. ويلوح ليا واحد جد قال لي هاكي لبستي، يلا تعيشي اجمل مغامره في حياتك. لبست هذاك الكاسك وركبت في الموتور اللي كان عالي. غير ركبه حسيت بالادرينالين طلع ليا. غير تحرك حسيت بروحي بقات جهه الفيلا وجسدي مشى معاه ليه، وانا نبدا نغوت وجاد عاد ما تحمس. وصلنا لواحد الطواله خاويه ويقول لي حيدي الكاسك وطلقي شعرك وحسي بطعم الحريه. حيت جدرت داكشي اللي قال لي، وحسيت حرفيا براسي طايره، وبديت كنغوت وطلعت راسي للفوق كنشوف غير السما، وخرجت كاع داكشي اللي في قلبي. كانت اجمل مغامره عشت، وبقيت كنغوت لقيت راسي شويه كنبكي. المهم خويت قلبي حتى وصلني قريب لدارنا وانا نشكره. جد شكرا بزاف على هذا النهار. كنحس براسي انا اسعد وحده في هذا الكون. كنت ندوي بواحد الحماس وجاد غير كيضحك عليا. هاجي غدويره ودرت فيك هادشي. سيري لداركم لا تموتي بالفرحه. سالمت معاه ومشيت تنغني للدار. جلست مع مالين الدار وقلت لهم شحال نقصت في الوزن ومشيت للناس. دازت الايام زوينه حتى بقاو سيمانه وشويه للوطني. كنت من لاصال والقرايه، ما زقلتش حتى حصه في الرياضه. نهار الوطني هنا خرجت ساعه قبل، تلاقت مع جاد. غاد تسلم عليه غير بالعينين، ولكن جا وسلم عليها. هنا صبحتي ياك ما خايفه؟ ردت عليه كاين شويه توتر، ولكن ان شاء الله غيكون كلشي مزيان. دازو المواد اللي عليهم وكان الفيزيك هو الاول. هنا اللي اكيد لقاتو سهل، وحتى جاد لقى اغلب الاسئله فيتخدمهم مع هنا. دازو 3 ايام على ابطالنا غير الامتحان وما مشاوش يترينيو. اوف اخيرا سالينا. كنحس بجبل تحيد عليا. كنت ندوي مع صاحبتي حتى كنسمع جاد كيعيط ليا. سعاد واللي كيعرفونا تفاجئوا بجد كيعيط بسميتي. ويلي مالك غير شويه عليك؟ جاي عندي وكيجري شويه. كيف دوزتي امتحانك؟ مزيان، داز مزيان. وانت؟ جاوبني وجاوبينا دوز مزيان. دزواعر. هو يعنقني قدام كلشي. السيد حماق. شكرا، الفضل كيرجع لك. انا اللي تجمد، وخصوصا لقيت كاع الاعين علينا وانا دفعو بشويه. جات صافي راه كلشي كيشوف فينا. هز كتافو زعما منسوقش. المهم سيري دابا ارتاحي والعشيه دوزي لاصال. تلاقاو تما. مشيت الطريق كامله وسعاد كتسولني على جاد. شرحت ليها شنو كاين. وصلت الدار مشيت ديريكت لناموسيشي ونعست حتى كنسمع صوت ماما كتفيقني. ناكل شي حاجه. فقت ولقيت 5 العشيه. نضت نجري، صليت دغيا ولبست حوايج السبور وقليت بالخف ومشيت للاصال. لقيت جاد كيف العاده صالح يسطو تلقى ليا، ولكن هاد المره غير شدني من كتافي وجرني جهه الميزان. اول مره بحال بنادم.
كيف طراسي جا تجرني بحال بنادم، ضحك هو يقول لي انتي عارفة ثقة عندي، غادي نعاملك بحال شي أميرة. أنا النساء اللي قراب ليا تنعاملهم معاملة خاصة. شفت فيه الشوفة ديال الميؤوس منك. مشينا للميزان ولقيت راسي وصلت 64. كملت الحصة ديالي ومرات الأيام مدة 15 يوم. كان روتين عادي، رياضة وصداقة ديال الأبطال قوات. ووصل نهار النتائج. ديك الليلة الأبطال وعائلتهم ما نعسوش بسبب النتائج اللي خرجوا متأخرين مع الوحدة. هنا اللي غوتات من طلعت ليها النتيجة وجابت 18.30. أمها وباها وختها فرحوا بزاف بالنتيجة. طلعت لبيتها ودورت الجاد. قالوا جاد أمضرة. جاد اللي من صوتو كيبان الخوف. باقي ما طلع ليا والو. خفت أغلب الناس شافوا النتائج ياك ما نجحتش. ردت عليه واخا حتى هي خايفة أكتر ما كانت خايفة على راسها، ولكن كانت مخبياها. لا ما تقولش هكاك، باغي مع الضغط مع السيت وداك الشي. بقاو شي 5 دقايق اللي دازت بحال شي 5 د السوايع، ومجادو باه اللي قلبهم بغا يسكت حتى طلعت النتيجة ويغوت جاد. يس نجحت. هنا قعد تنفسات. أمو وباه كيغوتو بالفرحة. مشات أمو تدور العائلة وتفرحهم، وجاد بقى كيدوي مع هنا نجحت، شكرا بزاف، من غير اش كنت غادي ندير. ردت عليه تقولش هكاك، هذاك راه مجهودك بعدا. شحال جبتي؟ جبت 15.80. برافو عليك، نقطة مزيانة. مشى جا تكا على الناموسية هو كيدوي مع هناء. بغيت نشوفك غدا نديرو شي احتفال غير بيناتنا. هناء اللي حتى هي مشات تكات وجاوباتهم اوكي، ولكن اش غنديرو في هذا الاحتفال؟ ايوا هاد الحلوى نحطو الخس. ويقول لها بوا فكاهية. لا نديرو شي مغامرة، نمشيو ندوزو نهار في الالعاب ولا شي حاجه بحال هكا. واو دري صغير صافي، غادي ندوز لك بالاروان. هنا هناء لمعوا عينيها. اوكي انا غنتسناك. وسالوا المكالمه ونعسوا ابطالنا بالفرحه في قلوبهم. مع الصباح فاق جات كل حيويه ونشاط. نض ضربها بواحد الجريه، مشى دوش وصلى ولبس وتأنق ودور الهناء توجد راسها. وحتى هناء بدورها كانت موجودة فايقة متحمسة. تلقاو الأبطال دوزو نهار ولا أروع، لعبوا نشطوا، كانوا في قمة النشاط ديالهم. ودازت العطلة الصيفية عند هناء وجاد زوينة، غير السبور والخروج، وتكونت صداقة قوية ولكن بدون حب، صداقة اللي بريئة. وهناء اللي بدا كيبان لها الضعف ولات شخص مرح عكس كيف كانت، وحتى جات تغير للأحسن. فواحد الجردة كانوا الأبطال كيجريو وهي تنطق هناء. جات كما قلت لك، صيفط ليا يوسف البارح في انستا من بعد ما شاف ستوري ديالي. جات اللي وقف من الجرا وحس باحساس خايب، ما عرفش علاش جاه. ومن بعد ردت عليه من بعد ما وقفت حتى هي من الجرا. قال لي وليت زوينه. جات اللي دار عندها ولقاها مزنقه وحشمانه. تزيجي باقا خايبه وغليظه، لقى غير كيحفزك وهي تزف عليه بقرعه الماء. سير كلشي قال لي وليت تيتيزه. هاد الشي يلاه وصلت 65 كيلو، يعلم الله فاش غادي نوصل 57. غنولي ملكة الجمال صافي. جاد اللي نخلها وزاد وتيره الجرا ديالو، ما فهمش علاش جاه الغضب، ما كرهش يرجع غليظ وما يشوفها حد. داز النهار وجاد فسر داك الاحساس غير بحب التملك اللي عنده، ما بغاش يخسر الصديقه ديالو. دازو ايام وكل واحد مشى يقرا التخصص اللي اختار. هنا دفعت للطب والتقبلات وجات تقرا اداره الاعمال، وفي نفس الوقت الخدمه في الشركه ديال باه. ورغم الاشغال الا ان الابطال ما كيقدروش يدوزوا نهار بلا ما يشوفوا بعضياتهم، وخصوصا جاد اللي ولا كيرتاح مع هنا، ونهار ما كيشوفهاش كيدوز عنده خايب. حتى واحد النهار جاد مع يوسف واحد القهوه. حتى نطق يوسف صاحبي كاين واحد البلان ولات كتعجبني واحد البنت وبغيت نفتحها في الموضوع. جاد اللي كان تيشرب في قهوته ومال كتبان تردد، زعما معروف عليك خبرة في هذا الشيء. يوسف اللي كيبان عليه موضوع جدي. لا هاد البنت غير. رد عليه شكون هاد البنت؟ قال ليه
تتعرفها مزيان هنا. حنا جات شرقات ليه القهوة وحس باللي بغا ينزل على صاحبه بالدق، لكن تمالك راسو. وكيفاش زعما ياك ما كنتيش تشوف فيها؟ رد عليه يوسف: صراحة ما كانش كتبان ليا، ولكن دابا ولات في شكل من غير الضعف والشكل، حتى شخصيتها تغيرات. جد لي شد اعصابو بزز. وباش عرفتي انت شخصيتها؟ يوسف اللي تشرب قهوتو كيدوي. راه تندوي في انستا شي شهرين هادي وقيله. جاد لي عرق راسو بغا يطرطقو. اعتذر من يوسف حجات عنده شي خدمه، مشى لاصال وبدا كيلعب البوكس شي ساعتين وهو كيضرب في داك الصاك، حتى عيا ومشى لواحد القنت وبدا كيفكر في هادشي اللي ولا كيحس من جهه هنا، وكيقول لراسو: شكون زعما كنبغيها ولا غيخاف نخسر صداقتنا؟ وبقى على ديك الحاله حتى لقى هنا داخله لاصال كل اناقه وغي شافها وبدا تيضرب، بدا قلبو كيضرب وما كرهش يمشي يعنقها ويخليها ديالو. وتما عرف بانه المشاعر ديالو ماشي صداقه بل حب، وحب كبير. هنا غير شافتو مشات لجهتو وهي كتضحك وكلها طاقه. جد عرفتي شحال كندور لك غير باش نترينيو، ملي ما جاوبتينيش قلت ناري غنتريني بوحدي. جاد لي ناضو قال ليها: انا عييت، غنتريني بوحدي اليوم، واصلا عندي ما يدار. مشى وخلاها، هو كان خاصو يرتب افكارو لا يخسرها بمره. خاف تختار يوسف اللي هو في الاصل الكراش ديالها وتخليه هو غير هاد النظريه كتخلي اعصابو عنده كيغليو. نمشيو عند هنا. اويلي من الجد اول مره كنشوف هاد الحاله. نمشي نكمل حصتين التريني مزيان. واخا بقى عقلي مع جاد، ساليت ديك الحصه ومشيت بغيت نتلاقى معاه سعاد. تعشينا ودازت امسيه زوينه، لكن واخا هكاك عقلي مع جاد. مكرهتش نمشي عندو دابا ونشوف مالو، لكن حشومه. دخلت للدار بديت عليا، حيدت الميكاب وتكيت حتى لقيت ميساج من يوسف اللي بغا نمرتيه، بغا يدوي معايا. حطيت عليه في ميساج. ديك الساعه دور ليا تخلعت، ياك ما جات وقعت لي شي حاجه. وانا نجاوبو دغيا: الو يوسف. رد عليا: اهلا هنا، لاباس عليك؟ من خلال نبرة صوتو عرفت كلشي مزيان. اه الحمد لله، وانت؟ قال لي: ما انا بخير، دورت لك بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. قلت ليه: ها شنو هو؟ قال لي: واش ممكن نخرجوا؟ بغيت نتعرف عليك اكثر. من بعد هضرتنا في الانستا ارتحيت لك وبغيت نزيد نعمق علاقتنا. انا هنا الدنيا دارت بيا. يوسف بغى يخرج معايا، ولكن بلاتي علاش انا ما حاساش بالفرحه؟ بالعكس ما كرهتش نقول ليه لا. ويلي واش حماقيت. حتى سمعته من التليفون كيقول: اسمحي لي ضربت عليك، ولكن انا هكا داير ديريكت عندي. جاوبته: لا لا، غير ما توقعتش الموضوع وصافي. صافي ندير شي وقت. ديك الليله كامله وانا ما مرتاحاش، كنحس بنفور من هادشي اللي درت. نعست ونسيت هادشي كامل. لاصال ما بانش ليا جاد، كندور ليه وما كيجاوبش. دخلات عليه، مشيت لدارهم، قالت لي ماما بلي ما كاينش. 3 ايام ما شفتوش، وحتى التليفون طافي. عقلي ولا فيه غير جاد وتوحشتو. هاد 3 ايام حسيت بها طويله. حتى دور ليا يوسف على الموعد وانا كنت نسيتو. مشيت للدار لبست دغيا وتقديت. تلاقيت مع الكراش، ولكن الجلسه كامله وانا عقلي ما معاياش. ويقول لي: هنا هنا فين عقلك؟ انا في ديك اللحظه فهمت بلي ما بقيتش كنبغي يوسف، ولكن وليت كنبغي جاد، لانه حاسه بانه غنعترف ليه دابا. مقدرش، ما بغيتش نخبي العشق ديالي. بغيت دابا نمشيو ونصارحو بالحب، وحتى الى الفرض غادي نكون مرتاحه. وانا نقول ليوسف: اسمح لي، ولكن ما غاديش نقدر نتعرف عليك اكثر. انا كاين شخص في حياتي ونط كنجري وتندور لجاد. مره جوج 3 بقيت غاديه لدارهم، كنت غاديه لدارهم وغادي نعترف ليه بالحب ديالي. حتى صون عليا: هنا مالكي كما وقعت لك شي حاجه؟ وانا نسيت تنبكي وكنسب فيه: فين مشيتي وخليتيني؟ وبقيت كنبكي بحال شي دريه صغيره.
هو يقول لي بقي بلاصتك وقول لي فينك. تنشهق بالبكا. انا قرب للجردة اللي حدا داركم. هو يقول لي تسنيني تما انا جاي عندك. مشى جاد لبست عليه الدغيا ومشى كيجري عندها، غير شافها تتبكي وقلبو تزير عليه. وقف حداها انا يلا بغا يدوي وهي تسد ليه فمو. بغيت نقول لك شي حاجه واخا ما تعجبكش، ولكن مستحيل نخليها تجي في قلبي. جاد انا كنبغيك وما نقدرش نعيش ايامي بلاك. هنا جاد تصنم بالفرحه، ولكن هنا فهمتها بلي ما كيبغيهاش. يلا بغات تحرك تمشي ويجرها الحضن ديالو. فين غاديه؟ واش عرفتي شحال تسنيت هاد اللحظه؟ يلا هنا بغا دوي ويكمل هضرتو. كنت خايف تختاري يوسف وتخليني، داكشي علاش بعدت عليك، خليتك تختاري سعادتك، واخا كل ثانيه كنتعذب وانتي بعيده عليا. كل ما تنفكر بلي غادي تمشي عند يوسف الدم كيغلي ليا في عروقي. وهو كيدوي هنا كتسمع ليه، وفي نفس الوقت تسمع لدقات قلبه اللي كيأكدوا صدق هضرته. بقاو معانقين واحد المده حتى تفارقوا. هنا وجهها ولا بحال مطيشه وما قدرتش تهز في عينيها. جاد اللي مات عليها بالضحك، اللي شافك دابا ما يقولش كنتي كتعترفي ليا بكل ثقه. وهي ضرب ليه كتفو. صافي برك مطلع عليا. جاوبها من بعد ما شدت لها في يديها. انا اسعد انسان، بغيت نتزوج بك، بغيتك تولي ديالي في مره. هنا اللي خرجت في عينيها وقالت لي واش حماقتي، راه باقي صغار، خلينا نشوفوا وغنجحوا في الحب كيف ما نجحنا بعدا في الصداقه. نرد عليها غادي ننجحوا، مستحيل انا بعدا نعيش بداك. دازو ايام زوينه على العشاق، وتزاد الحب كبر في قلوبهم نهار على نهار. حتى لواحد النهار كانت حفله ديال عيد ميلاد واحد صاحبهم، وتجمعوا كاملين اللي كانوا كيقراو في ديك الثانويه، خصوصا في قسمهم. وكاملين تصدموا اولا من وزن هناء، وثانيا من علاقه بينها وبين جاد. دوزات هناء وقت زوين. حتى لواحد الوقيته كانت غاديه للطواليت، كاد مايكاب ديالها وبان لها يوسف وجاد جالسين بوحدهم. يلا بغات تمشي عندهم حتى سمعات يوسف يقول جاد واش قلتي لهنا علاش تعرفتي عليها من الاول؟ جاد اللي قال ليه لا، ما نقدرش نقول لها والو، خفت نجرحها، ما سهلاش تعرف بلي غير استغليتها باش نوصل لختها. هنا حست بروحها تبخرات ومشات تجري، خرجت من الحفله وحست بالغدر، ورجع ليها الشعور الاول بانها منبوذه، وخصوصا من عرفت حتى الشخص الوحيد اللي عطاها قيمه في الاول كان غير كيستغلها. تكسرات ليها شي حاجه لداخل، بقات الطريق كامل وهي كتبكي بحال شي حمقى. شدات الطاكسي ومشات لدارهم. جاد اللي كان غادي وبدا كيقلب على هنا وما بانتش ليه، قلب عليها الفيلا كامله، سول عليها، قالوا ليه بلي راه بانت ليهم خارجه كتجري. عيام ما يصوني حتى طفى التليفون، مشى لدارهم ولكن ما قدرش يدق في هذا الليل. قال الليل كامل فايق باش الصباح يمشي يفهم مالها. حتى هنا اللي كامل وهي كتبكي وكتحاول تعفس على كرامتها وتسامحو، ولكن ما قدراتش. ديك الليله دازت مكفسه على الابطال. صباح الصباح يلا هنا بغات تخرج لقات جاد فم الباب، هو يجي من دافع لعندها بعتاب قال لها هنا علاش مشيتي للبارح بلا تقوليها ليا؟ هنا اللي خلاته مشات كملت على طريقها. هنا جاد فهم بلي شي حاجه كاينه، الطريق كامل كيحاول يدوي معاها ولا بغات تدوي. بقاو يومين على هاد الحاله، جاد غير تابعها وهي ساكته، كانت تشوف واش غادي تقدر تسامحو ولكن والو. تا لواحد الليله ودورت ليه. الو جاد، رد عليها بالزربه. هنا علاش ديري فينا هاد الحاله؟ قطعاتو بغيت نتلاقاو في ديك القهوه اللي كانت حدا الثانويه ديالنا. جات لي ما فاهم والو وخايف من هاد الصمت ديالها. اوكي، حتى مع 12 نتلاقاو تما. داز النهار وتلاقاو تما، وهنا غير حاضره راسها وعلامات الحزن على وجهها. يلاه جاد بغا يشد لها في يديها ويتبعزهم وقالت ليه هاد القهوه هي بدايه الكذبه ديالك وغادي تكون هي النهايه ديالها. جاد اللي خرج فيها عينيه. كيفاش؟ جاوباتو بدات الدمعه كتكون في عينيها.
علاش جيتي عندي ديك الساعه؟ سير صالح اختي ديريكت، ولا بنت لك ضعيفه وغي زايده وناقصه. انا جاد فهم باللي سمعاتو داك النهار مع يوسف. انا عافاك سمعيني، انا ما غاديش نكذب عليك باللي كنت حمار واناني وني استغليتك، ولكن والله حتى كل لحظه عشتها معاك صادقه. واهم حاجه راه كنبغيك. انا اللي نزلت ليها الدمعه ومسحتها بسرعه. لا، اكيد لا حب لا والو، اي حاجه مبنيه على الكذوب ما غاديش تستمر. وانا وياك سالينا، واخر مره بغي نشوف وجهك. جات لي شت لها يديها وقال لها مستحيل، انا راه هادشي كيتحل بالعقل. اول مشكل وقع بيناتنا نساليه كلشي. عافاك خلينا ندويو بالعقل وغنفهمك كلشي. ضربات ليه يديه ومشات وخلاتو. من بعد ديك الليله وهنا طفات، ولات غير كتبكي، ولكن ما تخلاتش على الصبور. اصلا هو المتنفس الوحيد باش تنسى جاد. ويوميا تيتلقى ليها جاد وكيحاول معاها وهي راسها قاصح. قعد 3 شهور، 3 شهور وهما مفارقين، ولكن جاد ما قادرش يعيش بعيد عليها، ولا كيبغيها حب اللي كان حب حقيقي وقوي. وحتى هي كذلك، ولكن الكبرياء ديالها كيمنعها. حتى واحد النهار جاد قرر ينهي هاد المهزله، وغير خرجات هو يجرها بزز للطوموبيل وسدو بقى غادي، وهي غير كتغوت وكتسب فيه. ولكن هو قرر غادي يحل المشكل. طلعوا لواحد الغابه اللي كانت في واحد الجبل. هو يقول لها غادي تسمعيني، ميمكنش نعيش بلا بيك. انا في الاول تقربت لك على قبل اختك، ولكن نهار جيتي عندي في الشتا وكتبكي ثم قررت نعاونك. نحتاج بنتي ليا محتاجه. من بعد جات صداقه اللي كانت حقيقيه، ومن بعد غيتك وبغيتك ديال بصح. مبقيتش قادره ندوز نهاري بلا بيك. يلاه بغات تدويه وينزل على ركابي وشد ليها في يديها. عافاك ما تخلينيش ندير ما تخلينيش ندير اي حاجه باش تسامحيني. وهي تشوف الدمعه في عيني، ما قدرش تشوفو في ديك الحاله وهي تنزل على نقاتو. صافي بركه ما تعذبنيش كتر. عنقها وقال لها واش سمحتي ليا؟ حركت راسها باه. ويخرج واحد العلبه حمراء ديال الزواج، ديال خاتم الزواج من جيبو. قال لها تزوجي بيا؟ هي اللي تصدمت وخرجت في عينيها وشدت يديها في جهه صدرها. وجد راه حنا باقي صغار. رد عليها ويلا كنا صغار ممنوع علينا الزواج، ياك قادرين نديرو الدراري، هذا هو المهم. هي اللي تزنقات وحشم شويه، وهو يعاود يسولها واش غادي تزوجي بيا ولا نلوحك في الجبل. هي اللي تصدمات وقالت ليه كيفاش ابيه حماقيتي وتخلعات. ويضحك على غبائها اللي تيقو. ودابا جاوبيه راه ركبتي عيات. هي تجاوبو موافقه نتزوج بك. ناض بالفرحه عنقها وبدا كيدور بها في داك الجبل، وهنا غير كتغوت لا طيح في الحافه. وصافي انتهت قصتنا ديال هناء الغليظه وجاد. نتمنى تكونوا استمتعتوا وانتم كتسمعوا ليها، ونضرب لكم موعد مع قصه جديده واحداث مشوقه. شكرا على المشاهده، ما تنساوش الاشتراك واللايك والكومنتير، كنبغيكم بزاف.